لا، دي مش مكرونة مبكبكة، عشان دي أول حاجة جت في دماغكم وفكرتوها مكرونة مبكبكة. دي مكرونة صعيدي على طريقة الحاج مراد، وهتعرفوا معايا في الفيديو كل التفاصيل. يلا بينا. أول حاجة هنجيب سمنة فلاحي ونحطها في الحلة بتاعتنا. وطبعا مكرونة صعيدي يبقى مهم جدا 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 إن احنا نجيب سمنة فلاحي. السمنة الفلاحي هتفرق كتير قوي يا جماعة في الطعم، وأنا بعتبر إن المكرونة الصعيدي من غير سمنة فلاحي ملهاش أي طعم. هنجيب معانا كيس مكرونة. ممكن نستخدم نوعين من المكرونة العقل المتنية الصغيرة دي أو المكرونة العقل الصغيرة. وبعدين هنقعد نقلبها كده في السمنة بتقليب مستمر طول الوقت لمدة تقريبا حوالي 5 دقايق، لغاية لما المكرونة بتاعتنا لونها يبتدي كده يتغير. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي سعيد، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديوهات بتاعتنا. طبعا المكرونة الصعيدي النهاردة على طريقة الحاج مراد. الحاج مراد هو اللي علمهاني، بجد من الحاجات التحفة. احنا محتاجين المكرونة توصل لغاية اللون اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، ان هي تبتدي كده تكون معايا اتلسعت كده، اخدت لون كده خفيف. طبعا هي يعني لازم نفضل تقليب مستمر زي ما احنا واقفين كده على طول. بعد كده هنبتدي بقى نجهز المعيار التاني بتاعنا، وده اهم حاجة وبرضه مهم قوي عشان في ناس بتعمل له بدائل. هنحتاج شوربة. في ناس بتاخد بدل الشوربة، طبعا هنزود شوية مية. في ناس بتستخدم بدل الشوربة ممكن تحط مرقة دجاج، بس طبعا يفضل لو شوربة موجودة هتبقى أحلى بكتير. وهنبتدي نزود عليهم المية كده عشان احنا عايزين الصوص كتير معانا، ونديهم تقليبة كده خفيفة مع بعض. في ناس هتفكرنا وصلنا للمرحلة دي ان احنا كده بنعمل مكرونة بالشوربة. لا، احنا مش بنعمل مكرونة بالشوربة، عشان المعيار اللي جاي هيغير الموضوع خالص دلوقتي. هنجيب مع بعض الصلصة، وهنحط من الصلصة بتاعتنا في حدود من 3 ل4 معالق. انا كان عندي برطمان صلصة كده فيه حوالي زي 3 معالق، حطيتهم كلهم. الناس اللي بتحب الصلصة تزود صلصة. الصوص بتاعها يا جماعة بجد بيبقى حلو قوي، صوص المكرونة كده وهي بتتسلق منها فيها كده مع الصلصة مع التحميصة اللي حمصناها لها في الأول. بجد شوية الشوربة كمان بيدوها طعم رهيب جدا. ودلوقتي هنبتدي ننزل بشوية التوابل الطبيعية خالص، شوية ملح وشوية فلفل أسمر، وأنا زودت من عندي كده شوية بابريكا عشان اللون كمان يحمر. ونديهم كده تقليبة كلهم مع بعض. قلب 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 على طريقتنا، ونسيب كل الحاجات دي مع بعضيها كده تستوي كده من على مهلها خالص على النار. ونتابع علشان المية ما تنشفش، عشان احنا محتاجين المكرونة يكون فيها صوص زي ما شفتوها كده في بداية الفيديو. نقفل بقى عليها ونسيبها شوية. نرجع نبص بصة كده زي ما قلتلكوا عشان المكرونة الصوص بتاعها ما ينشفش. المكرونة تمام والصوص ده كويس. لو لقينا الصوص بدأ ينشف مننا والمكرونة لسه ما استوتش، ممكن نزود شوية مية سخنين. ضروري تكون المية سخنة. كده لسه المكرونة بتاعتنا ما استوتش. نقفل عليها ونسيبها تاني، هي بتاخد زي 10 دقايق كده حسب نوع المكرونة. كده المكرونة بتاعتنا نفشت زي ما انتوا شايفين اهي، وبدأت تستوي. بس احنا هنا الصوص بتاعنا زاد شوية عشان انا زودت شوية مية. فانا هسيب الصوص بتاعنا يهدى شوية، فهقفل عليها تاني وهسيب الصوص بتاعنا كده يقل شوية، وبرضو المكرونة تستوي اكتر واكتر. بجد من الاكلات الحلوة جدا 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 اللي كنت طول الوقت بطلبها من الحاج مراد. كده المكرونة بتاعتنا بقت جاهزة ان احنا ناكلها. الميزة يا جماعة ان هي بتاكل جنب اي حاجة، لحمة مشوية، كفتة، تتاكل جنب بانيه مشوي، بانيه مقلي، اي نوع اكل، شوية فراخ، اي نوع اكل ممكن تاكلوها جنبه مكرونة. بس مكرونة بصوا الصوص بتاعها عامل ازاي، غرقانة في الصوص وهي مش مبكبكة. في حاجة نسيت اقول لكم عليها بس انا ما عملتهاش المرة دي، ان احنا ممكن نحط كمان قرن فلفل حامي، بجد بيخليها في حتة تانية خالص. وده شكل المكرونة بتاعتنا. بجد من الاكلات اللي انا بحبها جدا 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 جدا، والصوص بتاعها بيكون جميل قوي. نبتدي بقى نغرفها، وبالهنا والشفا اشوفكم في فيديو جديد. وان شاء الله تبقوا معانا دايما وباستمرار، وعايزينكم بقى لايك وشير لكل الفيديوهات بتاعتنا. باي باي.